علينا نعمة رحمة ورحمة الآن رضا والآمين. إنجيل النهارده بيكلمنا عن قصة توبة نتعلم منها. كلنا بنبقى محتاجين نقطة بداية في حياتنا. كل واحد فينا عنده أخطاء، كل واحد فينا محتاج يحط نقطة ويبتدي من أول السطر. بتحصل مواقف كتير في حياتنا ممكن نستغلها وتكون دي نقطة البداية بتاعتنا، لكن بنفوت فرص كتير. كان رأس السنة عدى علينا، كان عيد ميلاد لينا شخص، كان عيد ميلاد عدى علينا وسنة جديدة في حياتنا. كم حادثة وفاة حصلت قدامنا وكانت بتدفعنا نكون لنا بداية جديدة. مواقف كتير خالص. كم حوادث شخصية لينا أو مواقف شخصية لينا حصلت معانا بتقول لنا حط نقطة وابتدي من أول السطر. زكا كان شاطر في القصة دي. العشارين كانوا طائفة مكروهة جدا في المملكة الإسرائيلية. كانت بشعة. هم من اليهود، ولكن كانوا يستغلوا السلطات الرومانية في إذلال اليهود نفسه شعب. كانوا مقتدرين، معاهم فلوس. فيجي بلد من البلاد زي منطقة مثلا، زي ما نقول مثلا شبرا أو حدائق أوروبا أو أي منطقة، تقيم في الضرائب الإسرائيلية أو اليهودية إن المنطقة الرومانية، منطقة في أيام المملكة الرومانية، الإمبراطورية الرومانية، تقيم المنطقة دي عليها مثلا 1,000,000 شيك وشهر. فيجي واحد مقتدر زي العشار ده يروح للحكومة يقول لهم أنا هشتريها منكم ب1,000,000، بس انتوا تساعدوني ألم الفلوس من الناس. يقولوا أنت شوف أي واحد ما يرضاش يدفع بلغنا وإحنا نسحب على السجن على طول. المليون لما يتقسم يطلع على كل واحد مثلا 100 شيك أو 100 شهر. لا هو هياخدهم 300 400 200. يروح للبنات ويقول له انت عليك 300، انا ما حديش هتدفع ولا اجيب لك الشرطه الاسرائيليه الرومانيه. فكانوا مكروهين جدا لدرجه ان ما كانوش بيسمحوا لهم يدخلوا الهيكل يصلوا. عشان كده لما السيد المسيح دخل بيت العشار فراح مسك التلاميذ بتوع المسيح، ازاي معلمكم يجلس مع العشارين والخطاه وياكل؟ ازاي بيقعد مع الطائفه دول ناس خطاه اشرار؟ السيد المسيح عرف فقال لهم لا يحتاج الاصحاء الى الطبيب. يعني هو عارف ان دول خطاه وعارف ان دول متعبين للشعب كله، لكن هو عاوز يرجعهم. زكا بقى ما كانش عشار عادي، ده كان رئيس من العشارين. يعني مش ياخد منطقه زي شبرا ولا ياخد معرفش فين، لا ده ياخد مثلا مدينه زي القاهره كله ويروح مقسمها على ناس تحتيه عشارين عاديين. الراجل بقى اللي كان غني جدا زي واحد زي وزير ماليه مثلا. تخيلوا بقى لما يبقى وزير ماليه ويتشعبط على شجره عشان تشوف المسيح هو معاه. شوفوا الرغبه اللي جواه والاصرار اللي جواه وصل لغايه فين. عشان
ويشوف السيد المسيح وجد تحتيه انزل يا زلمه. ينبغي اليوم ان تكون في بيتك. انا بتيجي بيتي انا، ده انا اليهود بيجرفوا ويبصوا لي، بيشمئزوا ان يعدوا جنبي. انت هتيجي وتدخل بيتي وتتعشى معايا وتبيت عندي؟ ايوه. وده درس لينا كلنا، عشان احيانا الانسان الشيطان يغلب بخطيه معينه، وبعد ما يوقع في الخطيه يكره، يقول له لا انت ربنا هيقبلك على كده، انت ربنا هيبص لك، ده انت حتى لو صليت ربنا مش هيسمع ولا هيقدر يبص لك. ويبتدي يعمل فيلم في ذهن الانسان عكس الواقع خالص. ده ربنا ساب الحشود المجتمع اللي زكى ما قدرش يشوفه في وسط الزحمه دي كلها، فاضطر يطلع على الشجر. ومع ذلك سيد المسيح ساب كل دول وبص له هو، تعالى انزل. انا شايف الاشواق اللي هو جاي، شايف المحبه اللي هو. المهم الانسان يكون عاوزني، انا مش هاخده مهما كانت الخطيه اللي فيه، ومهما كان بعيد، ومهما كان خاطئ، مهما كان وقع في حاجات صعبه. ده لما دخل بيت الفريسي جت المرأة الخاطئة وابتدت تغسل رجليه بدموعها وتمسحهم بشعر راسها. الناس اللي قاعدين كلهم بقدرها من الفريسيين، الناس اللي هي يعني بتفرحس في كل صغيرة وكبيرة في الناموس. ازاي واحدة خاطئة البلد كلها عارفة انها خاطئة تسمح لها انها تمسك رجليه؟ ده قالوا له لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمستها وما حالها، ما كانش خلاها تجرب نحن. دي كانت نظرتهم للخطاة. الإنسان المسيح دي نظرة تانية خالص. أنا جاي عشان خطاة. أنا لو واحد خاطئ بص لي وقال لي أنا عاوزك، هروح له قبل القديس اللي يبص لي ويقول لي أنا عاوزك. زي بالظبط الأم اللي يكون عندها طفلين، واحد مريض وواحد سليم. السليم ينده عليها وهي بتطبخ تطنش، طب بعد شويه هعمل لك انت. لكن لو العيان ندى يا ماما هتلاقيها سابت اللي في ايدها طلعت تجري. هو كده بالنسبه لربنا، الخاطئ هو المريض. لو ندى على ربنا في اي ازمه ولا في اي وقت هتلاقي ربنا يجري عليه. بس الشيطان عشان يخلي الانسان يفقد الرجاء يقنعه بعكس كده. وده اللي وقع المطب اللي وقع فيه يهوذا. يهوذا لو كان تاب زي ما عمل بطرس كان المسيح هيقبل وكان هيرفضه. كان هيقبل لو كان تاب. ده يهوذا ابتدى الروح القدس يشتغل معاه وابتدى يتوب. ابتدى، بس الشيطان وقعه في اليأس. راح لرؤساء الكهنة وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. يعني أخطأت، أعلم حتى أن أنا خاطئ، أنا غلطت. أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. قال لهم مالناش دعوة، خلاص الموضوع المعلم رامي هنا. راح رامي في الفضة. تدخل في الوعظة واروح اقول المعلم رامي هنا. أعلم التوبة كامل. ما تقلقش هتلاقي لكن يئس. الشيطان عارف يغلبه في نقطة اليأس. أنت ربنا مش هيقبل. أنت لو رجعت
وسب ولعن وقال لا أعرف الرجل. يهوذا عمل ايه؟ قال لهم هو ده اللي هبوسه، هو ده. مين فيهم اللي أصعب؟ واحد سب ولعن، واحد شاور عليه، قال اللي أصعب. بس بطرس الشيطان ما قدرش يغلبه في اليأس، قال لا هرجع عن هذا. يعني بعد ما بطرس غلب، لو الشيطان كان وقعه في اليأس كان رجع بيته، ولا ليه زوجة وليه أولاد، كان متجوز، كان من قبل ما يعرف المسيح، خلاص كان فقد الأمل. لكن بطرس راح على فين؟ راح على العلية اللي فيها التلاميذ. طب ما أنت أنكرت وأنت سبته وأنت تخليت عنه، إيه اللي موديك العلية؟ خلاص الموضوع خلص، ارجع بيتكم بقى. لا، ما قدرش الشيطان يوقعه في اليأس. عشان كده لما راح مع التلاميذ في العلية ظهر لهم السيد المسيح في العلية. ده بالظبط الإنسان الخاطئ اللي الشيطان يحاول يقنعه هتروح الكنيسة ازاي؟ وتوري وشك للناس ازاي؟ وتوري وشك لربنا ازاي؟ لا لا لا، بلاش تروح الكنيسة. ويقنع الإنسان لا ده أنت في حالة الخطية، أنت المفروض إمتى تروح الكنيسة؟ لما تبطل خطايا خالص. وعد مش هيقدر الإنسان هيبطل خطية، فهو عاوز يبعدك عن الكنيسة. بطل خطية وبعدين روح الكنيسة. ما يقولكش ما تروحش، لكن بيطلب منك المستحيل اللي مش هيحصل في إنسان بلا خطية. الكنيسة مستشفى. واحد مريض، الإنسان المريض يروح المستشفى ولا يستنى لما يخف وبعدين يروح المستشفى؟ وأنا عيان وأنا في أقصى درجات العيا بتاعي أطلع المستشفى عشان أخف. ما أنا بره المستشفى مش هخف. اسرع يا زكا وانت، ينبغي اليوم أن أكون في بيتك. زكا كان شاطر في استغلال الفرص، راجل بيزنس بقى بيعرف يستغل الفرص. دخول السيد المسيح البيت غير زكا خالص. ووقف وسط كل الناس، ده اعتراف منهم ان انا كنت بفتري. ها انا اعطي نص اموال المساكين، وان كنت قد وشيت احد ارد 4 أضعاف. دي توبه واعلان خطأ. واحد يقول انا هصلح كل حاجه غلطت فيها. سيد المسيح يقول له حدث خلاص من اهل هذا البيت. احنا كده بنعدي علينا مواقف كتير محتاجه نيجي في وقفه. شوفوا زكا كان ماشي ازاي وجلب نفسه في اتجاه تاني ازاي. واحد بيبحث ازاي يبتز الناس وياخد منهم فلوس ويهددهم
عشان نخش في علاقة مع ربنا. لو الإنسان دخل في علاقة مع ربنا هتلاقيه ابتدى قداس ومش عاوز أبونا يخلص. لو أبونا صلى على اللي متضايق أبونا بيصلي عليه. ده احنا موجودين في حضرة المسيح، حد يبقى موجود في حضرة المسيح نفسه يبقى عاوز يخلص. لو أن ربنا فتح مدارك وإن أكتر من كده اللي بيفتح عينيه يبتدي يشوف. في ناس مش بعيدة عننا، في ناس من الشعب بيجوا يحكوا لنا في الاعترافات، ناس ربنا بيفتح عينيها وبتشوف حاجات كتير. بس احنا اللي مشكلتنا ان عينينا بنوسخها كتير فما بنعرفش نشوف. نظف عينيك، نظف لسانك، نظف قدامك، نظف فكرك، هتلاقي ربنا يلاقي مسكن يرتاح فيه جواك. وهو بيقول الكلام ده في الأسبوع الأول في الصيام الكبير. نظف كل حاجة عشان يبقى الصيام بتاعك مش صيام عن الأكل وبس، يبقى صيام عن كل حاجة. صومت مش الجسد لكن صومت النفس كلها. صومت كل حاجة عندي بحيث أفض الدنيا اللي جوه ويبقى المسكن معد للإنسان المسيحي يعيش. زي ما بيقول في الكتاب المقدس يقول لك لا أطيق الاسم، ما بطيقش الاسم. هي الخطية بتضايقني. لو جوه في خطية وتيجي تقول له تعالى اقعد، يجي يقعد فين؟ مش قادر يجي، المكان مش مناسب بالنسبة له. لكن الإنسان اللي ينظف جوه ده ويخلي اللي جوه عنده ده مكان نظيف خالص، يقول لك هوذا مسكن الله مع الناس. الكتاب المقدس بيقول كده. ربنا يتمنى انه يسكن مع الانسان. لذتي في بني ادم، انا بستمتع اني افضل مع الانسان، بس الانسان مش عاوز يعني ايه؟ ما مش هيقول لي ما تمشيش، بس لو انت عندك ضيف بيكره السجاير، بيتخانق من السجاير، وقلت له اتفضل عندك البيت، وجي عندك البيت ورحت مولع سيجاره وعمال تنفخ وتفتش في وشه، معناها بتقول له ايه؟ اتفضل بره مع السلامه. احنا بنعمل كده بس بالخطيه بتاعتنا. ربنا يقول لك انا لا اطيق الاسم، ما بطيقش الخطيه. اقول له طب تعالى، طب حاضر انا مش هكسب واجب، وابتدي اعمل الخطيه. طب انا مش قادر اقعد، اعمل ايه؟ اضطر امشي. احنا بنعمل كده. يا ريت تكون فتره الصيام بالنسبه لنا فتره نظافه. في اليونان يسموها في يوم الاثنين اللي قبل الصيام او اول يوم في الصيام يسموه كثرازي فطير، يعني يوم الاثنين بتاع التنظيف او التطهير. اول يوم في الصيام كنيسه الروم الارثوذكس. احنا عاوزين كده، عاوزين ننظف. هم بيحاولوا يدوها اسماء تفكرهم. افتكر صيام كبير فرصه حلوه خالص الانسان ينظف نفسه، فرصه حلوه الانسان يبتدي